في ليلة شتا باردة، ايه ممكن يكون احلى من كوباية بليلة كده تدفي القلب الحزين؟ فالنهاردة احنا هنعمل مع بعض بليلة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. فلايك وسبسكرايب ويلا بينا على المطبخ. حاجة طبعا بنبتدي بيه المقادير. دي نص كيلو غلة بجيبه من السوبر ماركت او من البقال، مغسول كويس ومتصفي من ميته. معلقة كبيرة من العسل الابيض، انا بفضل العسل عن السكر، وطبعا التحلية دي بتكون على حسب ذوق كل حد. كوبايتين لبن، معلقة كبيرة من جوز الهند المبشور، وكمان نص معلقة كبيرة من كريمة الخفق البودرة اللي هي حطاها انا الدريم، او بتيجي في بواكي كمان، والمفروض باكو فانيليا بس انا ما كانش عندي فانيليا بودرة، فهحط نص معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة. على النار بقى في حلة بحط كمية الغلة كلها، وبضيف عليها مية ملهاش مقدار، انا بس بزود المية لحد ما تغطي الغلة وتطلع لفوق كمان، يعني مقدار صباعين كده. دي كمية المَيّة اللي أنا عايزاها، مَيّة من الحنفية مش سخنة ولا أي حاجة، وبابتدي أشغّل النار، نار من متوسطة لعالية، وأسيبها لحد ما تغلي. بعد 10 دقايق بقى باعمل حاجتين: باطفي عليها النار وباغطّي وباسيبها ساعتين من غير ما أفتح عليها الغطا. هو ده بس البليلة كده خلاص، هي كده الغلة بقت بليلة واستوت. بعد ما افتح بقى عليها بعد ساعتين اهو شفتوا، هي نفشت بقى مع نفسها واستوت جوه وظبطت نفسها. هي بمنتهى البساطة هي دي الطريقة اللي انا بعمل بيها الغلة، بصراحة مريحة جدا وما بتاخدش يعني وقت. بصوا بقى شكلها خلاص، هي شربت كل ميتها واستوت، وممكن دلوقتي احطها بقى في التلاجة واسحب منها وقت ما انا عايزة عشان اعمل البليلة. دلوقتي بقى هنعمل الخطوة اللي بعد كده. بحط كوبايتين اللبن على النار، نار متوسطة، وبضيف بقى التريو اللي هو السحر: المعلقة الكبيرة من جوز الهند، المعلقة الصغيرة من كريمة الخفق البودرة، ومعلقة العسل. التلاتة دول مع بعض مع اللبن بيدوا ريحة يعني خرافية. يعني أول ما بتحطوا ال3 كده مع بعض وتبتدوا تشموا اللبن كده، يا سلام! يعني مع بعض تحفة. هي دي الطريقة اللي أنا دايمًا باعمل بيها البليلة، وهي دي الطريقة اللي بتخلّي طعمها يطلع حلو جدًا. والقرفة كمان تقدروا تزودوا ربع معلقة صغيرة من القرفة البودرة في المرحلة دي مع اللبن، بتدي برضو طعم حلو قوي وبتعلي كده في طعم البليلة. العسل زي ما اتفقنا كل حد بيحب السكر بطريقة مختلفة، أنا ما باحبش أحط يعني عسل كتير. ممكن تستعملوا بدل العسل سكر، بس أنا بافضّل العسل. بعد كده باقلّبهم مع بعض الأول تقليبة، وباضيف على طول كمية البليلة اللي أنا عاوزاها وكمية الغلة اللي أنا عاوزاها. أنا هاحط مغرفتين بس من الكمية اللي إحنا سويناها مع بعض. بس كده، وباسيب بقى الغلة مع اللبن يعني يغلوا مع بعض، وبتبقى هي دي البليلة، طعمها يجنن وريحتها تحفة وبتدفي وقيمة غذائية عالية جدًا، جدًا. وبتشبع يعني كل حاجة. أنصحكم يعني إن أنتم تجربوها بالطريقة دي، أو تجربوا البليلة عمومًا لو ما كنتوش جربتوها قبل كده. بس أهي غلت، هاطفي عليها وهابتدي أغرف، وبالهنا والشفا بقى خلاص كده. وفي الآخر بقى بنزينها بشوية مكسرات لو انتم حابين، أي نوع مكسرات موجود عندكم في البيت بيدي طبعا طعم حلو. وبس كده بقت عندنا البليلة جاهزة، وبالهنا والشفا. المقادير موجودة بالتفصيل في صندوق الوصف. أتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وأشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.